رمضان كريم. هلا وحبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية وانتم تشوفون فيديو اليوم الفطور مالتنا راح نسوي مرقة دجاج حمرة وتمن. هنا عندي دجاجتين مقطعات ومغسولات. هنا خليت الجدر على النار، نخلي زيت، ننتظر الزيت يحمى. هسه بعد ما حمى الزيت نخلي الدجاج. هسه انتظره ينحمس شوية. هسه بعد ما انحمس عندي الدجاج اخلي البصل نحمس. هسه بعد ما انحمس عندي الدجاج والبصل نخلي التوابل عندنا كزبرة، بهارات هندية، ثوم مطحون، بصل مطحون، ماجي. هسه نحمس التوابل ويا الدجاج. خلي نمو بصرة وحدة ومعجون، وهسه نحمس. نحمس عندنا المعجون، راح نخلي عصير طماطم. نخلي مي، كمية المي لازم تغطي الدجاج على مود الدجاج يستوي عندنا. هسه نقبق الجدر ونتركه على النار. مرقة الدجاج صارت عندنا جاهزة، مثل ما تشوفون استوت. راح نسوي تمن وشعرية. هنا خلينا الجدر على النار، نخلي زيت، ننتظر الزيت يحمى عندنا. هسه حمى عندنا الزيت، ونخلي الشعرية حسب الرغبة ايش قد تحبون خلوا. نحمس الشعرية لحد ما يصير عندنا لونها ذهبي. هسه الشعرية صار عندنا لونها ذهبي، انحمست. نخلي التمن. هسه نخلي مي، الكمية المي لازم تغطي التمن حتى التمن يستوي عندنا. نخلي الملح حسب الرغبة، ونحركه. هسه راح نقبقه ونتركه على النار لحد ما يستوي عندنا التمن. مثل ما تشوفون التمن نشف المي عندنا. هسه راح ننصيه ونتركه يهدر. بالنسبة للعصير مالتي اليوم راح نسوي عصير زبيب. هنا عندنا الزبيب منقعينه قبل وقت، وهسه غسلناه ونشفناه، وهسه راح نبدي نخلطه بالخلاط. هسه نخلي الزبيب بالخلاط. نخلي شكر، نخلي ماي، وهسه نبدي نخلط. وهسه صار عندنا عصير الزبيب جاهز. بالنسبة للحلو مالتي اليوم راح نسوي كيكة بركانية. عندنا هنا المكونات 4 بيضات وقلاصين من الشكر.
القلاص الثاني. نكهة الكراميل أو الشوكليت وضرب فانيليا. نخفق هسه بعد ما خفقنا المكونات راح نخلي نص قلاص من الزيت. هسه نخفق. نخلي قلاص من الحليب ويا باقي المكونات. عصرت برتقالة، خليت العصر مالتها وبرشت القشور مالتها وخليتها، يعطينا طعم كلش طيب بالكيك. نستمر بالتحريك. هسه نضيف 3 قلاصات من الطحين بالتدريج، وكل ما نضيف قلاص نخلط بهالطريقة. خلي القلاص الثاني من الطحين، القلاص الثالث من الطحين، تخلون خاشوقة من الخل الأبيض، هي المفروض تتخلى ويا البيض بس احنا نسينا، هسه نخليها عادي. خلي نص قلاص من المي، هسه نخلي 3 خواشق من الكاكاو. نمزج الكاكاو ويا باقي المكونات. بعد ما تضيفون الكاكاو إذا حسيتوها ثخينة تقدرون تضيفون شوية من المي. هسه نخلي ظرفين من البيكنج باودر. هسه صار عندي هذا القوام مالت الكيكة، صارت عندي جاهزة. هنا عندي قالب داهنته بزيت وعليه شوية رشة طحين، وهسه راح اخلي عجينة الكيكة بالقالب. هسه راح ندخلها للفرن. عندنا الفرن مشغلينه قبل فترة وحامي عندنا. هسه راح ندخل كيكتنا للفرن. كيكتنا بعد ما طلعناها من الفرن هسه راح اسوي صوص الكاكاو. طريقة عمل الصوص الكاكاو موجودة بقناتي، تلقوها بالفيديوهات السابقة. فيديو الكريب تلقون طريقة الصوص الكاكاو موجودة بهذاك الفيديو. هسه نخلي الصوص الكاكاو اللي سويناه. هنا أنا زينت الكيكة بالفستق الحلبي. وهاي كيكتنا الجميلة صارت جاهزة للتقديم. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا،